انخفاض ضربات القلب نوعين رئيسيين. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. النوع الأول هو النوع الطبيعي اللي خارج من المنشأ الطبيعي لضربات القلب، وده بيكون رد فعل طبيعي من الجسم أثناء الراحة والنوم. النوع الثاني بقى هو النوع المرضي، وده اللي بيشكل خطورة، وده بيكون نتيجة خلل في التوصيل الكهربي في القلب، وبيكون يا إما بسبب حاجة من بره القلب زي مشاكل الكلى أو الغدة الدرقية أو بعض الأدوية، ولما بنصلح السبب الضربات بتتحسن وبترجع تاني لطبيعتها، أو يكون بسبب ضعف أو خلل في التوصيل الكهربي في ضفائر التوصيل الكهربي في القلب نفسه. النوع المرضي ده بقى اللي احنا بنسميه السدة القلبية أو انقطاع التوصيل الكهربي في القلب، وليه درجات مختلفة. من رحمة ربنا بينا إنه حتى في أسوأ درجاته بيفضل القلب يدق بنبض ضعيف جدا. صحيح القلب بيدق ببطء شديد، لكنه كافي إنه يوصل للحد الأدنى من الدم لأعضاء الجسم المختلفة، لكنه مش كافي علشان تعيش حياتك بصورة طبيعية. هنا بقى في انخفاض الضربات المرضي بنحتاج نتحجز مع احتمالية تركيب منظم مؤقت لضربات القلب. نبتدي ندور على السبب ونعالجه، ولو اكتشفنا ان السبب من القلب نفسه ساعتها بنحتاج نركب منظم دائم لضربات القلب. ادعي الوالد بالرحمه والمغفره، وادعي لاهالينا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات. ولو عندك اي اسئله بخصوص منظمات ضربات القلب اكتبها لي في الكومنتات. دمتم بصحه وعافيه.